انا اسمي باسم. في الفيديوهات الجايه دي هنبدا مع بعض سلسله حلوه جدا من الفيديوهات المختصه بمناهج الطلاب. هنبدا مع بعض الاول ان شاء الله بالمرحله الاعداديه، وعلى حسب تسير ربنا بقى ممكن نشوف المراحل اللي بعد كده. ترتيب شرح كل يونت هيكون كالتالي: اول حاجه فيديو مختص بالكلمات والعبارات اللي موجوده في اليونت، هتسمعها مني وبالمعنى العربي بتاعها كمان ان شاء الله. وبعد كده فيديو تاني هنقرا فيه مع بعض قطعه الريدنج اللي موجوده في اليونت، هنفصصها مع بعض وهنعرف بتتكلم عن ايه الكلمات الجديدة اللي نطلع بيها متعلمينها من هناك ان شاء الله. الفيديو الثالث هنكون بنشرح فيه الجرامر اللي موجود في اليونت، وده السيناريو ان شاء الله اللي هنمشي بيه مع بعض علشان نخلص المنهج بتاع كل مرحلة. وده هيكون الفيديو الاول في اول يونت من المرحلة الاولى الاعدادية، وزي ما اتفقنا من شوية هنكون بنعرف فيه الفوكابلريز اللي موجودة في اليونت. اليونت الاول اسمها My Family and Me. الفوكاب اللي محتاجين نعرفها عن اليونت دي هتكون كالتالي: اول حاجة هتسمع مني الكلمة انجلش مرتين وبعد كده المعنى بتاعها بالعربي. أول حاجة aunt يعني عمة أو خالة، زوجة العمة أو الخال. daughter يعني الابنة. grandfather ده الجد طبعا. grandmother الجدة. great grandfather ده الجد الكبير. great grandmother الجدة الكبيرة. son الابن. uncle عم أو خال أو زوج العمة أو الخالة. cousin يعني ابن أو ابنة العمة أو العمة، الكلام ده كله. grandchildren الأحفاد. great grandparents الأجداد الكبار. great grandparents. parents الوالدين. be aged يعني بالغ من العمر كذا. be aged 50 years be aged 40 years يعني هو بالغ من العمر كذا. band يعني فرقة موسيقية. band. diary مفكرات يومية. interview مقابلة أو حوار. twin توأم. family tree شجرة العيلة. arrive يصل. birthday عيد الميلاد. busy مشغول. children's hospital مستشفى الأطفال. favorite hobby هواية مفضلة. football player لاعب كرة القدم. musical instruments آلات موسيقية. sports ألعاب رياضية. together معا أو سويا. يستخدم. بعد كده عندك حاجة اسمها language expressions يعني التعبيرات اللغوية، زي مثلا ايه بيجي مع ايه والحاجات دي كلها. اول حاجة عندك play تقدر تقولها مع ايه. play music يعني يعزف موسيقى. play chess يلعب شطرنج. play drums او play the drums يعني يعزف على الطبلة. go swimming. watch a football match بيتفرج على ماتش كورة. make noise ده شخص بيعمل دوشة. make noise. do hobbies يمارس الهوايات، او ممكن اقول do voluntary work بيقوم بعمل تطوعي اسمه voluntary work بيجي معاها do. listen to music يستمع للموسيقى. you're welcome يعني العفو. في حاجة بعد كده اسمها prepositions اللي هي حروف الجر. عندك a picture of صورة لي. belong to ينتمي لي. at the hospital في المستشفى. for no money بدون مال. clap for بيسقف لحد، ممكن تيجي past simple clap for سقف لشخص معين. proud of يعني فخور بيه. on TV or on the radio يعني في التلفزيون أو على الراديو. what kind of يعني ما نوع كذا. what kind of. عندك بعد كده تصريف الأفعال غير المنتظمة، اللي هي الكلمة اللي دايما احنا بنتجاهل ان احنا نقراها، اللي ما تبقاش فاهم هي بتتنطق ازاي. الكلمة دي اسمها conjugations of irregular verbs تصريف الأفعال غير المنتظمة conjugations. أول حاجة عندك drive بيسوق طبعا، التصريفات بتاعتها ايه؟ drove driven. show بيبين او بيوضح، الباست showed، البي shown. hit يعني يضرب. throw يرمي threw thrown. write يكتب wrote written. meet يقابل met. هنعدي دلوقتي سريعا على الفاميلي members اللي هي الفاميلي tree شجرة العيلة. اول حاجة عندك بيكون الجراندفاذر والجراندماذر الجد والجد، دول بيتجوزوا بيخلفوا بابا وماما اللي هو father and mother. بابا وماما لو خلفوا هيجيبوا sister او brother. طيب الجد والجدة لو خلفوا حد غير بابا وماما هيكون مين؟ uncle aunt. الانكل والaunt لو خلفوا هيجيبوا مين؟ هيجيبوا cousin ابن العمة وابنة العمة.